نصحى نفوق شويتين ونتكلم عن عيد مهم خالص بالنسبة للحضارة المصرية القديمة. عيد كان بيحتفل فيه الملك بمرور 30 عام من توليته على العرش. كان العيد ده الملك بيقوم بطقوس معينة علشان خاطر يعيد ترسيمه من جديد على العرش. يعني هيبتدي في المراسم بتاعته في قلب العيد ده، اللي هو يلبس التاج الابيض من جديد، ويلبس التاج الاحمر من جديد، ويلبس التاج المزدوج، دليل ان هو رجع تاني يحكم مصر كانها انتخابات في العصر الحالي. الموضوع ببساطة كان الملك بيجي من ضمن أهم الملوك اللي ابتدت بالحوار ده. إن الملك بالنسبة لنا ابتدى من دين سنة 3150 قبل الميلاد لحد سنة 358 قبل الميلاد برضه. المراسم كبيرة والدنيا حلوة وكان بيجي احتفال ثلاثيني. طب ضمن أهم المناظر الموجودة في قلب الاحتفال ده، من ضمنها اللي هي طقسة الجري مع طور او مصارعة التيران. بمعنى اصح كان بيجي في فناء واسع بيروحوا جايبين طور ويروحوا مسيبينه على الملك، ويقول له الطور ده لا تموته لا يموتك. وكان ساعتها الملك ما عندوش حل، مفيش معاه غير حبل ويمكن سكينه مخباها مع اي حد من اللي حواليه، ويروح الملك يجري والطور يجري وراه. من هنا الملك يروح جايب ماسك بالحبل بتاعه ويروح مكتف رجل الطور وموقعه، وبعد ما يوقعه لازم يموته عشان خاطر يثبت ان هو قادر على حكم هذه البلاد. ومن ساعتها يبتدي بعد كده المراسم التانية، يذبحوا شوية أضاحي ويوكلوا الناس والدنيا تبقى ماشية حلو معاهم زي الفل. المصريين كده ما بيعبدوش بقر، رجعنا لنفس النقطة بتاعت الفيديو اللي فات، ما بيعبدوش بقر، وكان ساعتها بيموتوا الطور فعلا. طب الاحتفال ده كان بيتم كل 30 سنة، يعني الملك ممكن يحتفل بيه مرة واحدة أو ممكن واحد يحتفل بيه أو ممكن ما يحتفلش، بس مش كل 30 سنة. كان الملك كل ما يحس ان في ازمه في البلد فبيروح عامل العده علشان خاطر يعيد ترسيم نفسه من جديد ويبين قدرته وقوته اللي هو يقدر يحكم البلد. طب ازاي؟ مثال صغير، ملك زي رمسيس الثاني. رمسيس الثاني حكم مصر 67 سنه، احتفل بالعيد الثلاثيني ده كام مره؟ 14 مره. والكلام ده مش من عندي، ده بحث علمي مقدم في جامعه المنصوره باسم الاستاذه امل ابو المجد ابراهيم، وموجود في جامعة المنصورة عن احتفالات الحبسد، ماشي، العيد اليوبيل الثلاثيني للملك في مصر القديمة. وده موجود وعلمي وممكن تخش في أي مواقع في الدنيا بحالها بحث هتلاقيه. لحد كده أقول لكم الدنيا خلصت والملوك بيحتفلوا بالمنظر ده. تخيل أنت لو ملك مصر ويقول لك سرع طور، هترضى تحكم مصر؟ ما اعتقدش. لو أول مرة تشوفني ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب، لو استفدت بمعلومة ما تنساش تشترك في القناة. السلام عليكم.